في معلومه مغلوطه ومسببه لخبطه لكتير جدا من الناس، وبيسالوا يقولوا على الرغم اننا قطعنا السكر الابيض اللي انتوا قلتوا لنا عليه السم، مع ذلك برضه نسبه السكر بتعلى في الدم عندي. ده بقى معناه ايه؟ خليني انا افهمك الموضوع ببساطه علشان ما يجيش حد بعد كده ويضحك عليك. لازم نكون فاهمين يا جماعه ان مرض السكر او داء السكري ما تسماش كده علشان هو بيجي لك لما تاكل السكر الابيض. المعلومه دي غلط. ولكن يتسمى داء السكري لانه بيحصل فيه ارتفاع لمستوى السكر في الدم، وخصوصا سكر الجلوكوز. وسكر الجلوكوز ده من الاخر هو عمله الطاقه بتاعه الجسم. يعني الجسم بياخد الجلوكوز ده ويصرفه وينتج منه الطاقه. فدلوقتي حضرتك لما بتاكل السكر الابيض اللي هو الفركتوز، الجسم بياخده ويحوله لجلوكوز علشان يقدر يستفيد منه. وبكده السكر الابيض بيسبب ارتفاع السكر في الدم. تيجي حضرتك تقطع السكر الابيض ومكمل اكل ببقيه النشويات زي ما انت، زي الدقيق الابيض والمخبوزات اللي بتتعمل من الدقيق، والنشويات زي المكرونه والبطاطس وغيرها تانية من انواع الكربوهيدرات. وما تعرفش ان النشويات دي عباره عن سكريات معقده، الجسم بياخدها برضه ويكسرها ويطلع منها جلوكوز. فباختصار لو حضرتك وقفت السكر الابيض وكملت اكل ببقيه النشويات، برضه الجسم هيكسر النشويات دي ويطلع منها جلوكوز ونسبة السكر هتعلى في الدم. دمتم بخير، دمتم سالمين. سلام.